مليون مبروك مليون مبروك لنادي بيراميدز يا جماعة. النهاردة بيراميدز بيعمل تاريخ جديد وغير متوقع. النهارده بيراميدز هو الفريق الوحيد تقريبا من 3 4 سنين اللي بطل دوري ابطال افريقيا، يبطل السوبر الافريقي، بطل نص العالم. موسم غير طبيعي بالنسبه لبيراميدز، فعايزين نقول لهم مبروك 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 عليكم وعلينا، لان ده فريق بيمثل مصر يعني. وبالتالي النهارده بيراميدز بيكسب اهلي جده في اهلي جده في السعوديه. النهارده بيكسب نهضه بركان المدعوم بقى، مش عايز اقول تحكيميا وبتاع ولسه يعني نهضه بركان له ظهر يعني في الاتحاد الافريقي، ولكن في النهايه بيكسب نهضه بركان 1-0 بهدف لمايلي. كمان بيكون قبل كده كسب كاس مصر، كان بينافس على الدوري لغايه نهايه الدوري. فبصراحه اول فريق غير الزمالك والاهلي ياخد السوبر الافريقي، اول فريق غير الاهلي والزمالك ياخد السوبر الافريقي. وزي ما قلت لكم بيرجع هيبه دوري ابطال افريقيا تاني، لان اخر 3 سنين في بطل الكونفدراليه هو اللي بياخد السوبر الافريقي، كان اخرهم الزمالك امام النادي الاهلي. النهارده مبروك لفوز الاهلي على اجل نوار النسر الاسود. وطبعا مباراه سهله السهوله، يعني كان المفروض يكسب اكتر واكتر. ومباراه اسهل من السهوله كمان مباراه ديكي تاها مع الزمالك، بيكسب 6-0، كان ممكن يكسب 10-0. لكن الحقيقه النهارده اليوم عنوانه بيراميدز بيشرف الكره المصريه، بيراميدز بيسطر تاريخ جديد. بيراميدز هو زعيم القاره الافريقيه، بطل دوري، زعيم القاره بجد بقى، بطل دوري الابطال افريقيا. لان السنه اللي فاتت كنا بنقول للزمالك زعيم القاره وهو كان بطل الكونفدراليه والسوبر الافريقي. النهارده بقى بطل اقوى بطوله اللي هي دوري ابطال افريقيا، هو بطل السوبر الافريقي، هو زعيم القاره الافريقيه بلا اي جدال. مبروك لبيراميدز وهارد لك لنهضه بركان.